اللهم تول أمري في كل ما أهمني واغفر لي جميع الذنوب التي لا يسعها إلا حلمك ولا ينجني منها إلا عفوك. وحصنا اللهم من كل عمل يحجب الأرزاق، واحفظ صدورنا من الغش والنفاق، واكتب لنا أن نكون من السابقين الفائزين برضاك. اللهم آمين يا رب العالمين، لي ولكم ولكل من قال آمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا أحلى أخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب دايما بخير وطيبين وفي أحسن حال، اللهم آمين. يلا بينا نشوف الوصفة الجميلة بتاعتنا دي. المكرونة ولا تسلقيها ولا تحمريها ولا تعملي أي حاجة فيها، هاتي كده ايد الهون ودشيها وكسريها. طبعا عملت كيس مكرونه اللي هو كيس مكرونه اقلام، وبدات ان انا اكسره كويس جدا. كسريه بقى في الهون، كسريه في شاشه، كسريه باي طريقه، المهم كسريه زي ما انا عملته كده. وبعد كده في صينيه على النار، الصينيه اللي انت اللي هتعملي فيها اصلا المكرونه بتاعتك اللي انت هتدخليها الفرن، تمام. حطيتها كده على النار وحطيت فيها حوالي كوبايتين كبار من الميه، عاديه خالص. سبتها تغلي على النار وحطيت فيها معلقه سمنه صغيره جدا، كوبايتين ميه وحطيت فيهم معلقه سمنه صغيره وحطيتهم على النار يغلوا. بعد كده حطيت المكرونه المكسره بتاعتي، دخلوا في السوي، يعني المكرونه بتاعتي استوت خالص كده بحوالي كوبايه من الميه. فضل كده كوبايه من الميه تغلي مع المكرونه، ضفت عليها على طول كوبايه السكر لحد ما اتكرملت مع بعضها. سيبيها على النار هاديه بقى كده وقلبي فيها لحد ما السكر بتاعك يتكرمل بالطريقه اللي انت شايفاها دي. وبعد ما السكر اتكرمل مع المكرونه، حطيت معلقتين كبار من السمنه وقلبتهم كويس جدا في المكرونه بتاعتي المكرمله. بعد كده هنحط ايه، هحط كده معلقتين كبار من جوز الهند المبشور، ممكن تستغني عنه لو مش بتحبيه، يعني الفكرة دي اختياري. هقلب بقى كويس جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج كيلو من اللبن. المكرونة دي مش مكرونة بلبن عادية، ده مكرونة بلبن مكرملة، حاجة كده ولا في الخيال. جربوها وان شاء الله تدعولي. حطيت كده كيلو اللبن، وسبت من كيلو اللبن حوالي كوباية من اللبن هيفضل ساقع عشان اعمل فيها معلقتين النشا بتوعي. وطبعا احنا ما سلقناش المكرونة ورمينا ميتها ولا حاجة، احنا كده سلقناها وسيبنا النشا بتاعها فيها بال وبعدين حطيناها السكر بتاعها وكرملناها، تمام. يعني دخلناها في السوي الاول وبعد كده كرملناها بالسكر. حطي بقى كده كيس فانيليا لو عندك، ولو مش عندك فانيليا سايله، حطي كده رشه من الفانيليا السايله. وقلبتها كويس. طبعا انا شلتها على النار في الوقت ده على ما اعمل النشا بتاعي. جبت كده كوبايه اللبن اللي انا سايباها، وبعد كده حطيت فيها 4 معالق من النشا، طبعا مش كبار، 4 معالق صغيرين لو النشا بتاعك كويس. هقلب بقى النشا بتاعي في اللبن بطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بحيث ان انا ما اسيبش اي نشا مكلكع في اللبن. ولازم يكون اللبن ساقع، لو اللبن سخن النشا بتاعك هيكلكع في اللبن، فلازم تكون كوبايه اللبن ساقعه. وقلبي كده النشا كويس جدا. وبعد كده ضيفيه على الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو ايه الخليط ده تاني؟ اللي هو المكرونه المكرمله والسمنه والفانيليا وجوز الهند وكيلو اللبن. وهنقلب ده كله في بعضه كده، وهنرجع نحطه على النار تاني على البوتاجاز. خلاص كده. هحط بقى النشا بتاعي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهقلب كويس جدا. وبعد كده هرفعها على النار على طول على البوتاجاز. قبل ما ندخلها الفرن هقول لكم هنعمل ايه فيها دلوقتي. صلوا على رسول الله الاول كده في التعليقات، هستنى كده اما تصلوا على رسول الله في التعليقات. يلا صليتوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عايزين كده نجمع أكتر من 100 صلاة على رسول الله في التعليقات. بتمنى كده تشتركوا في القناة لو القناة عجبتكم، وكمان تفعلوا زر الجرس. ولو الفيديو عجبكم كده ما تنسوش تحطوا لايك حلو للفيديو، اللي بيشجعني كده انزل لكم فيديوهات اكتر. وان شاء الله تستفادوا والفكرة دي تكون حلوة والطريقة دي تكون جميلة جدا وتحبوا طعمها بجد. هفضل بقى كده اقلب المكرونة بتاعتي على النار لحد ما تبدأ تربط معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طالما حطيتيها على النار افضلي قلبي بقى كده عشان ما ترساش منك في الارض او تكلكع منك او اي حاجة، زي ما انت شايفة كده، تمام.
طفيت عليها على طول بمجرد ان هي ربطت. وبعد كده هجيب معلقتين عسل كبار وهحطهم على وشها بحيث ان هما يقفوا كده على الوش بتاع الصينيه. المعلقتين العسل دول ضروري جدا، هيدوكي كده كرمله على الوش برضو، وهيحمروها كده بحاجه خرافه. مش هنضيف سمنه ولا اي حاجه، كل اللي احنا ضفناه سمنه اللي هما المعلقتين بعد كرمله المكرونه. هطلعها كده على النار. خدت معايا بالظبط حوالي نص ساعه في الفرن. طلعتها ما شاء الله متحمرة من تحت ومتحمرة من فوق ومستوية ومتكرملة كده كمان من فوق. شايفين معلقتين العسل اللي انا حطاهم على الوش عاملين ازاي على المكرونة بتاعتنا؟ مكرملة كده وحاجة دايبة دوب. بجد بجد كانت طريقة جميلة جدا. خلاص بقى كده هسيبها تهدى حوالي ساعتين بالظبط، وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعها عشان تطلع معانا كده قطعة قطعة. سيبيها تبرد كده ساعتين. شايفين الجمال عامل ازاي؟ ما شاء الله. شايفين الحواف بتاعتها كده؟ حاجة كده مكرملة وزي العسل. هسيبها كده تبرد وبعد كده هقطعها معاكم. شايفين ما شاء الله بعد ما بردت اتقطعت معانا كده وطلعت القطعة قطعة مش مهرية كده ولا حاجة. ما شاء الله مظبوطة. الطعم والسكر بتاعها كل حاجة فيها ما شاء الله مظبوطة. جميلة جدا. بتمنى تعجبكم وبتمنى تجربوها وبتمنى كده تشتركوا في القناة وتنضموا كده لعيلتي، ان شاء الله نكبر مع بعض ونقدم ونفيد ونستفيد مع بعض. مش انا بس اللي بفيدكم، انتوا كمان بتفيدوني بكومنتاتكم وبتعليقاتكم على الفيديو. وبتمنى كده الفيديو يعجبكم. بتمنى اكون خفيفة على قلوبكم، ما اكونش كده مش بضيع وقتكم، وتكونوا استفدتوا معايا باي معلومة ولا صغيرة جدا. كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله ورعايته، واراكم ان شاء الله في فيديو الجاي.